قدام ولا ورا، قدام ولا ورا، قدام ولا ورا. هنتكلم النهارده ازاي نفرمل صح بالادله وبالمنطق وبالعلم وبكل حاجه. طيب واحده واحده كده، عشان في خناقه دايما دايره. افرمل بالفرامل اللي قدام ولا افرمل بالفرامل اللي ورا ولا بفرمل بالاتنين مع بعض؟ تيجي تقول يا جماعه ده كذا، يقول لك لا ده كذا ده كذا. احنا بقى هنفصل الموضوع بشكل علمي. طيب ايه اللي بيحصل حضرتك لما بتفرمل بالموتوسيكل؟ ادي موتوسيكل مرهق شويه معلش. بكل بساطه حضرتك لما بتفرمل بالموتوسيكل، الموتوسيكل وزنه بيروح على قدام، المساعدين اللي قدام دي بتنضغط ووزن الموتوسيكل بيروح على قدام. فايه اللي بيحصل لما وزن الموتوسيكل بيروح على قدام؟ فيزياء بسيطة جدا. الاحتكاك ما بين الفردة اللي قدام وما بين الاسفلت بيبقى اقوى بكتير من الاحتكاك من الفردة اللي ورا والاسفلت اللي اوريدي مش هنقول انها مرفوعة في الهواء، بس الاحتكاك اقل. هنا الضغط هنا، الضغط هنا اهو كده اهو. فطبيعي ان الفرامل اللي قدام بيبقى ليها الأولوية وليها القوة وليها التأثير، لأن الوزن كله مرمي على قدام، والاحتكاك ما بين الفردة والأسفلت أقوى بكتير ما بين الاحتكاك والفردة اللي ورا. طيب ده معناه ايه بقى؟ فرمل باللي قدام. طب لما بفرمل باللي قدام الجادون بيتكسر والموتوسيكل بيقع؟ لا، هي ليها تكنيك وليها طريقة. طيب ادي اول دليل بالفيزياء كده انا ليه بفرمل باللي قدام او اللي قدام ليها اهمية. تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، شركات الموتوسيكلات لما بتعمل نظام السي بي اس اللي هو كومبايند بريكنج سيستم، اللي هو لما تيجي تدوس قدام بتسمع ورا، دايما تلاقيه عاملها 70% قدام، 70% قدام و30% ورا، 60%، 40% ورا. فده معناه ايه؟ يعني الشركه اللي عملت الموتوسيكل برضو يعني ما بيفهموش؟ لا، فده تاني دليل ان الفرامل اللي قدام ليها اهميه بكتير اكتر من الفرامل اللي ورا. طيب ايه الدليل اللي بعده حضرتك؟ ردة فعلك، الرياكشن بتاع ايدك على الفرامل اللي قدام اسرع بكتير من رجلك على الفرامل اللي ورا. ما تقنعنيش ان دي هتبقى اسرع من حركة رجلك على الفرامل اللي ورا. سبيشالي كمان ان انت طول الوقت صباع او صباعين على الفرامل اللي قدام، لكن في نفس الوقت المفروض ان رجلك ما تبقاش محطوطة على دواسة الفرامل اللي ورا. فدول ثلاث أدلة بيقول لك إن الفرامل اللي قدام أهم بكتير من الفرامل اللي ورا. طيب معنى الكلام ده يا سميدة إن أنا أستخدم الفرامل اللي قدام بس؟ لا، أنا ما قلتش كده. استخدم توزيع الفرامل، يعني إيه؟ يا 70 30 يا 60 40، لكن الغلبة لفرامل قدام. اتفقنا؟ الغلبة الفرامل قدام. انا اديتك ثلاث ادلة، سيبك مني خالص، خش على جوجل، اسأل شات جي بي تي. الغلبة يا جماعة الفرامل قدام. طب يا حبيبي، ما انا لما بدوس فرامل قدام الجادون بيتكسر وبتزحلق، انما فرامل ورا ما بيحصلش كده. ما حضرتك لما بتدوس فرامل قدام غلط الجادون بيتكسر وبتتزحلق، لكن لما بتدوس فرامل ورا الموتوسيكل ما بيزحلقش، ديله بيلعب بس بيفرمل في مسافة اطول، فانت عرضة ان انت تخبط. الاستاتستكس والاحصائيات كلها